واخيرا يا جماعه وصلنا 12 رمضان وقررت اعلق الزينه عشان خاطر انا معلقتهاش. خلوهم يصحوا ما نلحقش نعلق، نيمنا رايه وسكينه بالعافيه عشان خاطر نعرف نعلق الزينه. الحمد لله النهارده 12 رمضان وخلاص خدت القرار ان انا اعلق الزينه عشان الحق اخر 15 يوم. ما احنا عقبال ما بننيمهم في 12 يوم. لا اصل انا قضيت اول 5 6 ايام في البلد عند بابا، بعد كده جيت هنا كنت لوحدي، فكنت يا ويلي بقى اصلي ولا اعمل اكل ولا اشوف روح ولا كده. وصدقت ان امي جات لي عشان خاطر ايه يعني اخد القرار يعني. فخلاص بقى تعالوا نعلق الزينه مع بعض، تعالوا نشوف هنعمل إيه. ده اول زينه ليا واول رمضان ليا في البيت ده، وهحاول كده ان انا اعملها بديكور حلو يا رب تبقى شكلها حلو مع الصلاه متخيلاها. فتعالوا نشوف مع بعض. نسيت. طب ايه؟ اعملوا لايك واعملوا اشتراك. فعلوا الجرس. اعملوا لايك واعملوا كومنت حلو وكده، واهتموا زي ما انتم مهتمين واهتموا بزياده تاني. وتعالوا بقى نعلق الزينه عشان ما اخرش عليكم والحق اتسحر انا وامي. فاضل ساعه، فيا رب ننجز بس في الساعه دي. عايزه اقول لكم ان الزينه دي اللي كانت عندي قبل كده السنه اللي فاتت. ماما اصلا ما بتجيبش ليه. والله جبته. امشي معايا بقى بعد كده بالكاميرا. حاضر. بصوا يا جماعه، دلوقتي الزينه دي كانت عندي قبل كده بالسنه اللي فاتت وانا محافظه عليها ومحافظه على حاجتي. دي برده كانت متبقيه لسه زي ما هي ما فتحتهاش. نعمل ده مع بعض. نهار اسود. وكمان الجامع دوت كان برده السنه اللي فاتت. انا عندي كل حاجه بحافظ عليها وبهتم بيها. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ انت أنا لسه هتفكي يبقى كده مش لأ. هنتسحر. ماما نعم. متوترنيش. انا دول كده جم منين بقى؟ كده عايزه انام خفيف. ماما تسحري افضحك واقول في الفيديو دي واكله ايه بقى؟ خلاص بقى. شكرا ما شاء الله يعني، ده لسه ضرب عسل وطحينه وفطير مشلتت من البلد. يا بنتي، هو مش بعد الفطار الواحد بياخد هدنه بعد الفطار ايه كده؟ الكلام ده؟ من نص ساعه ولا من ساعه؟ لا، كانت الساعه 1 ايوه الا الساعه دلوقتي تلت. 2:30 ايه ولا 3. يعني بعد الفطار المفروض الواحد بيحلي كنافه وقطايف. احنا بقى ايه، كنافه القطايف خلصناها، فاحنا قلنا ايه، فطير وعسل. دلوقتي عايزه اربط دول في بعض عشان خاطر إيه يعني اكسب مسافه، وفي نفس الوقت انا عايزه اعملهم بديزاين معين كده. صوري كده يا ماما الحته دي. يعني بصوا كده مثلا، انا مش عايزه اعمله بقى اللي هي من الحيطه دي للحيطه دي، لا انا عايزه اعمله من الحته اللي هي بتاعت الجبسن بورد ده اللي دي تبقى كده. يا لهوي النجفه. هتصرف. نعمل ايه؟ ده اللي انا بقوله. بفقر. ده لا الموبايل وقع ورجعني. يا لهوي اللي انا بعمله ده. المفروض نعمل كده وكده عشان نيجي ايه، نقص الطرف ده كده مثلا. بس ميل بقى ده. ايوه كده دباسة، عندك دباسة؟ هدبس بقى ايه؟ أمير، اللزق الأبيض. حته دبل فيس. مش هتبان كأنها نقشة في القماش. اصبري يا نقشه. قرآن الفجر اشتغل. احسن لون خفيف. الحاجه في التلاجة الوقت تدخل يا الميكرويف. بنت أنا بضحك عليك يا بنت، وفي حاجة اشتغلت؟ حاجة مني أم حاجة، أنا صدري هيولع مش هقدر. ده في الفيديو بس. لا والله بجد ما قادرة. لا بفعل الميكرويف. بعد يتسحر بسطرمة ببيض. امال بنسحر ايه؟ اللي بيسحر بيضة مسلوقة، كوباية زبادي، حتة جبنة، حاجة خفيفة عشان يا صدرنا جماعه جيب البسطرمه من السحور عشان امي فاهمه في الدنيا اكتر منكم. فانوس. بتاع بنتي يا ماما. كأنك بتصطادي. خوفتيني شكلك وحش. بس اللي ما بيخلصش ده. انا تعبت. انا لو كنت بنشر كنت زماني خلصت. معلش امي بتعمل رياكت يا جماعه وكده قاعده فاضيه بتصور مش لاقي حاجه تعملها. اكيد لا. لا اله الا الله. وانا دي قابلتني وانا بشوف الزيادات زي ما قلت لكم. دلوقتي لقيت في حته كده زي فارغه، وانا لقيت هنا كمان عندي حاجات زي دي اللي هي مثلثات كده كانت لوحدها مقصوصه بايني واقعه من حاجه. انا قررت ان انا ايه عامله الفراغات دي بمثلثه زي كده مثلا. كده مثلا. يا نهار ابيض.
هي ولا جت كبيرة ولا ايه؟ حلو حلو شغال. ماما عندها قناة، انزل لكم في الديسكريبشن لينك القناة بتاعتها، هتخشوا تتابعوها لو مش متابعينها، وتعملوا لايكات وكومنتات وتشجعوا، عشان انا بقول لها ان هي لازم تكمل في اليوتيوب وتصور وتلتزم، لانها بحالات عاملة زي بيجي وقت بتوقف. وكمان بفكر ان هي تغير من محتواها، تبطل طبخ والحاجات ديت، وتحاول تعمل لكم حاجات تكون احلى من كده بشوية، مش دايما طبخ، ويبقى حاجات فيها ضحك وهزار وكوميديا، ونطلع مع بعض نعمل تحديات ومقالب وكده. فلو انتوا معايا في ده لقيت فراغات ما تنسوش تروحوا تعملوا دلوقتي سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، وتخشوا على الانستجرام تحمسوها وتشجعوها وتقولوا لها على افكار، وتقولوا لي انا كمان لو حابين على افكار، واعملها معاها هي ورحيم وروح، ونبقى احنا الاربعه نعمل زي شبه يوميات وعيله مع بعض كده، ومش هتندموا. احنا احسن من مسرح مصر. امي نامت باين واقفه، شفتي احسن من مسرح مصر؟ لا انا صاحيه. امي امبارح يا جماعه عايزه اقول لكم ان هي كانت نايمه، وانا كنت خايفه، مش خايفه يعني عايزه انا اخد الشقه دي انا وبنتي وبنقعد فيها براحتنا وبقعد فيها وكل حاجه، بس ما اعرفش مره واحده لقيت نفسي كده سامعه صوت طقطقه غريبه، وكنت مرعوبه بصراحه، وخايفه على العيال وعلى امي، مش خايفه على نفسي، لا انا خايفه على العيال وعلى امي. فالطقطقه ديت فضلت شغاله شغاله شغاله، وانا بقى دماغي شغاله شغاله شغاله، فاعمل ايه؟ رحت رايحه جري على امي، احنا نايمين جنب بعض وكل حاجه عشان ما تحسش، او مش ما تحسش، عايزه اصحيها من غير صوت، عشان لو فعلا في حد بره او حرامي ما يحسش بينا ونقفشه، او نشوف اي رد انا فعل. كده كده وانتي بتصحيني ما عليتش صوتي عشان ما رحيم وروح مش يصحوا. ايوه انا عارفه انت عامله كده عشان اه. العيال، وانا ده حاجه كانت بسطاني ان احنا في نفس الوقت مش حابين ان احنا نعمل صوت، عشان خاطر لو في حرامي يعني نعرف ان احنا نشوف هنعمل ايه. المهم صحتها، فهي قعدت كده نص قعده كده ربع قاعده بتعمل لي كده بتقول لي ايه؟ بقول لها مش في حرامي بره، ما تعمليش صوت. وانا بشغل بقى الكاميرا بقى بتاعت الموبايل بقى، ومستعده بقى ان احنا نفتح باب الاوضه عشان اطلع اشوف الحرامي ده ونصوره وكده، ابص على امي ما الاقيهاش ورايا، ابص الاقيها قاعده على السرير ومطلعه علبه العدسات وقاعده عماله تطلع وتلبس. بقول لها هو انت بتعملي ايه وده وقته؟ قالت لي عشان اشوف الحرامي يا بنتي. قلت لها طب وطي صوتك، عشان هي يعني نظرها ضعيف وكده وبتلبس عدسات نظر. فلبست العدسات وبعدها قايمه، فبقول لها اوعي خليكي انت ورا. قالت لي انا اللي قدام كاننا رايحين نركب باص ولا مش عارفه في ايه، زي ان انا هقعد جنب الشباك. لا يا حبيبتي بفاديكي والله. طب ما انا كنت عايزه افاديكي لا يا قلت حبيبتي لأمي، ربنا كنت عايزه ان يخليكي حد من الحرامي الروح. ياخدنا احنا الاثنين بالروسيه. فجيت قلت لها خلاص ماشي تعالي، انا كده كده فاتحه كاميرا الموبايل عشان اصوره، ولو في حاجه لا قدر الله يعني نبقى صورناه، وباذن الله يعني تقلقيش وكده، ومتحمسين بقى وطالعين. وهي بقى عملت حته شاويشه عطيه، قامت فاتحه الباب مره واحده، وانا رحت جايه ضاربه الفلاش مره واحده، وابص الاقي لكم التلاجه الصوت ده جاي من التلاجة اصلا، يعني انتوا متخيلين كل ده اللي عمال يطقطق لي ده التلاجة. اتاري روح بنتي ما شاء الله عليها بتشيل لي الفيشه كل يوم وتحطها، فبوظت لي التلاجة، لسه ملهاش سنه دمرتها لي. وطلع مفيش حرامي ولا حاجه يا جماعه، طلعت التلاجة فيها مشكله اللي هو اصلا يعني انا كنت صورت ستوري وبقول في حرامي وبتاع، وبنفتح الباب مره واحده ونزلت لكم التلاجة، كنت شتمتوني اهي يا ماما. بتقول لك انا صاحيه اهو. الحق التلاجة ردت عليا تصدقي في نفس الميعاد. وفي نفس الميعاد التلاجة دي طالما اسود في اسود كده جن. يا بنت حرام عليكي. اخوف نفسي ليه؟ مش هطلع في صالة تاني بالليل لوحدي. مش معانا تيجي بوشي، فوقي فوقي يا شيخة فوقي. طب ايه ابدا من اليمين يا شيخه؟ ابدأي من اي حته، حرام عليكي شليتيني، اطلعي. ده انتي اوعي بس توعي بذمتك هتطولي. انا لو حد شايفنا يقول لي المجنونه دي بتعلق زينه دلوقتي ليه؟ يعني احنا في نص رمضان. اه واو. يا مسهل الحال يا رب. ابتدت تندع. لازم اول حته دي كده عشان ما تفكش، لان دي اللي هيبقى الشد كله عليها، لان اول حته. تمام. واو عملت زي روح. هو انتي مش هتعمليها داير ما يدور مربع؟ امي هاتي الحبل يا امي.
على اسم الله اسم الله اسم الله. هوب. يلا فين نروح؟ شفتي كنت شايله هم النجفه. طب كويس. ها اتشعبطت في النجفة. فين نروح؟ كانت تقول لك هوبا. بصوا يا جماعه الشطاره يا جماعه، معلش انا قفلت معاكم شويه عشان خاطر ايه انجز انا وماما، يعني لقيتها بتفقر مني خالص. بصوا ولسه بكمل، بس عايزه اقول لكم طلعه جميله قوي، مش عارفه اجيبها لكم ازاي، عايزه ابينها لكم شويه. بصوا كده، الله ماما، هاي ماما. هاي روني، كل سنة وانت طيبة. وانت ايه بقى في نص رمضان؟ كله في نص رمضان. تعالي نكمل. وخلاص كنا خلصنا زي ما انتوا سامعين صوتي عملت ازاي، وامي تعبت معايا. بص واقفه ازاي زي العسكري ازاي. سلام. يعني احنا اتسحرنا ورجعنا كملنا تاني، وثبتنا بقى ده بالفيسبوك، لسه لقينا اللزق بيفك، بس الحمد لله قضينا عليها. بصوا هنا عملنا ده كده وده كده. انا عايزه بقى رحيم وروح يصحوا يشوفوا المنظر ده كده. كده. الله شكله حلو قوي، انا بحب الجامع ده. عارفه كان عندنا منه واحنا صغيرين يا ماما، انا فاكراه. شفتي فاكراه ازاي؟ كان عندنا منه وانا صغيره، كنت في ابتدائي ولا في اعدادي، وفاكراه لحد دلوقتي. مش ده، واحد غيره ده انا جبته لي انا هنا في شقتي. بس عايزاكم بقى تقولوا لي رايكم ايه، وكلمه حلوه للست اللي تعبت معانا في الزينه دي يا جماعه، فعامله ازاي يا عيني. مش هتقولي اقلع ولا لا لسه يا ماما، عملت اقلع اخش انام بقى. عايزة انام. وروحوا اعملوا لها اشتراك بالله عليكم، يعني لو عايزين بجد تفرحوني اعملوا لها اشتراك على القناه بتاعتها، وحمسوها ان هي تشتغل، عشان معرفش هي مالها. مش فاهمه هي مالها. جبت اخري، عايزة انام. بشوف اكلمها في ايه تكلمني في ايه، دي ست مهمومه يا جماعه. انا بقول لكم الغوا الاشتراك خش نام. اشوفكم على خير، وانتوا بتحبوني وانا عارفة ان انتوا هتشجعوني اني ارجع لكم من تاني، انا ورحيم بس وروح بلاش ونينا. طبخ، بلاش طبخ لا والنبي، طبخ، لا خنقتينا لا طبخ. لا لا لا. زهقنا باذن من الله الطبخ، نعمل خلاص حاجات هيبقى حاجة جديده مع تانية. بعض يعني، انتظرونا. كده خلاص كان الفيديو خلص تماما، وبجد يعني انا عايزه اقول لكم احنا تعبنا جدا وما علينا الحمد لله. يعني مش فاهمه ازاي 15 يوم وهتشيل الزينه دي اللي احنا تعبنا فيها، بس الحمد لله كانها جت من اول يوم. خشوا لي بقى الانستجرام قولوا لي الفيديو جاي ايه، عشان ما عنديش اي افكار بصراحه تاني، كل ما يبقى عندي حاجه بقول لكم عليها، بس المره دي انا مش مجمعه قوي يعني، فخلونا نشوف الفيديو جاي ممكن يبقى ايه، وقولوا لي على الانستجرام. وبس ما تنسوش بقى تعملوا لايكات كتير وكومنتات كتير وتحمسونا في الفيديو دوت، وتقولوا لنا رايكم ايه.